خاصة ان احنا عندنا عام، يعني الاختبار المرة هذه اي وان شاء الله ما تفوتوش العام زاد، ما تحلاش السلطة شوي وتفوتوا لنا العام. واحد 4 سنوات ولا 5 سنوات، عام واحد ان شاء الله تلتزمونا بفترة العام. اذا احسن في العام هذا تو الشعب مش يجدد له وانما يزكيه اكثر، واذا اساء وخان وعوده او نسيها. ولكن الاستاذ سمير ديلو قال انه العام ما يكفيش، ربما نزيدوا المدد. لا نحن وعدنا بعام وقعنا عليها، وقعنا وثيقه اللي اشرف عليها الدكتور بن عاشور، ان شاء الله ونحن ملتزمون بوعودنا ان شاء الله المره دي. ونحن يعني وعدنا، قلنا هذا للسيد العربي نصرة صاحب هذه القناة الطيبة، وقلناه وأشهدنا عليه ملايين من التونسيين من شمال البلاد إلى جنوبها، ونحن في زمن الفيسبوك وكل شيء مسجل. لهذا أنا باش نتوجه تو للتوانسة يعني بكل محبة بكل محبة وبكل وطنية، باش نقول يلزمنا هدنة سياسية واجتماعية لنقول لمدة 6 أشهر. علاش 6 أشهر؟ لأنه ما نجمش نطلبها العام، خاطر بما أنه المدة الكل هي مهلتنا عام، يقول لك إيه توعدنا وبعد كده بعد عام باش تفلت وتخلينا في المشاكل. واضحة لأشغالنا حتى لا نترك أي مجال للتشكيك في إرادتنا وفي احترامنا لالتزاماتنا، ومنها العهد الذي قطعناه على شعبنا يوم انتخبنا من أننا سننجز الدستور في ظرف سنة، أي في أجل لا يتجاوز 23 أكتوبر 2012. ترويكا أظهرت أيضا أنها لم تنفجر، خلافا لما كانت تكتب في الصحافة أنه والله ما زال نهارين وسقط عليها ستنتهي، قاعدة تطلع في الروح، هم اللي طلعوا روحهم، أما الترويكا ما طلعتش روحها. تكلموا على الشرعية تنتهي، من أعطاكم الشرعية حتى تنهيوا الشرعية؟ وبالقانون وبالواقع وبالشرعية الشعبية ما توفاش 23 أكتوبر. 23 أكتوبر صحيح اللي نجم نقول لك عليه، أولا لا هناك خوف من 23 أكتوبر ولا أنا خوف، حتى شيء ما خوفنا. شكون كنتم؟ هذه الحكومة. واضح. كونوا واضحين. الحساب ويراجعوا أمورهم وما يبداوش يهدوا فينا بانتهاء الشرعية على 23 أكتوبر. مانيش عارف منين أنا هي الدجاجة اللي قالت لهم الحكاية هذه.